السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة عبارة عن 50 سؤال ديني، حداك تجاوب على 30 سؤال منهم والإجابة بعد 10 ثواني. نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول: أين يقع جبل الطور الذي ذكر فيها القرآن؟ 1 في فلسطين، 2 في الأردن، 3 في مصر. والإجابة هي في مصر. السؤال الثاني: أين يقع جبل الجودي الذي رست عليه سفينة سيدنا نوح؟ 1 تركيا، 2 العراق، 3 مصر. والإجابة هي تركيا. السؤال الثالث: أين يقع كهف أصحاب الكهف؟ 1 في مصر، 2 في الأردن، 3 في فلسطين. والإجابة هي في الأردن. السؤال الرابع: ما هي الصلاة التي لا ركوع فيها ولا سجود؟ 1 صلاة الاستسقاء، 2 صلاة الجنازة، 3 صلاة الاستخارة. والإجابة هي صلاة الجنازة. السؤال الخامس: ما حكم صلاة الوتر؟ 1 مستحبة، 2 واجبة، 3 سنة مؤكدة. والإجابة هي سنة مؤكدة. السؤال السادس: من هو أول الأنبياء الذي مارس عبادة الصوم؟ 1 آدم عليه السلام، 2 إبراهيم عليه السلام، 3 عيسى عليه السلام. والإجابة هي آدم عليه السلام. السؤال السابع: من هو أول أبناء سيدنا آدم عليه السلام؟ 1 هابيل، 2 قابيل، 3 شيث عليه السلام. والإجابة هي قابيل. السؤال الثامن: من هو أول من جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ 1 هود عليه السلام، 2 يوسف عليه السلام، 3 إدريس عليه السلام. والإجابة هي إدريس عليه السلام. السؤال التاسع: ما المقصود بالعسكرين؟ 1 المروة ومزدلفة، 2 عرفة ومنى، 3 الصفا والمروة. والإجابة هي عرفة ومنى. السؤال العاشر: كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عندما توفى والده؟ 1 سنة واحدة، 2 لم يكن مولودا، 3 4 سنوات.
والإجابة هي لم يكن مولودا. السؤال 11: كم عدد البسملة في القرآن الكريم؟ 1 110 2 112 3 113. والإجابة هي 113. السؤال 12: من أول جبار لعنه الله على الأرض؟ 1 النمرود 2 فرعون 3 هولاكو. والإجابة هي النمرود. السؤال 13: انتظار الصلاة بعد الصلاة تسمى 1 رباط 2 ترقب 3 اعتكاف. والإجابة هي رباط. السؤال 14: من الغلام الذي كان يرافق السيدة خديجة قبل أن تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام؟ 1 علي 2 معاذ 3 ميسرة. والإجابة هي ميسرة. السؤال 15: ما هي السورة التي تقع في نصف القرآن الكريم؟ 1 سورة طه 2 سورة الكهف 3 سورة الأنبياء. والإجابة هي سورة الكهف. السؤال 16: ما هي السورة التي فاضت عينا النجاشي بالدمع عند سماعها؟ 1 سورة مريم 2 سورة طه 3 سورة التوبة. والإجابة هي سورة مريم. السؤال 17: كم عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام؟ 1 28 غزوة 2 29 غزوة 3 30 غزوة. والإجابة هي 28 غزوة. السؤال 18: بماذا لقب إسماعيل عليه السلام؟ 1 الفارس 2 الفصيح 3 الذبيح. والإجابة هي الذبيح. السؤال 19: من هي ملقبة بحارسة القرآن؟ 1 أم سلمة رضي الله عنها 2 أسماء بنت أبي بكر 3 حفصة بنت عمر. والإجابة هي حفصة بنت عمر. السؤال 20: ذكر لفظ الأنف في القرآن مرة واحدة في أي سورة؟ 1 سورة النساء 2 سورة المائدة 3 سورة الأعراف.
والإجابة هي سورة المائدة. السؤال 21: هل يجوز للمرأة أن تصلي بدون حجاب؟ 1 لا يجوز، 2 يجوز، 3 مكروه. والإجابة هي لا يجوز. السؤال 22: ما هي أعلى درجة في الجنة؟ 1 الوسيلة، 2 الفردوس، 3 جنات عدن. والإجابة هي الوسيلة. السؤال 23: كم عدد أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا الإسلام؟ 1 3 2 4 3 5. والإجابة هي 4. السؤال 24: ما هي السورة التي خاصمت عن صاحبها حتى غفر له؟ 1 سورة الكهف، 2 سورة الواقعة، 3 سورة الملك. والإجابة هي سورة الملك. السؤال 25: أين ذكر كيد الرجال في القرآن؟ 1 سورة البقرة، 2 سورة يوسف، 3 سورة القصص. والإجابة هي سورة يوسف. السؤال 26: أين ذكرت مصر في القرآن؟ 1 سورة القصص، 2 سورة الأنبياء، 3 سورة البقرة. والإجابة هي سورة البقرة. السؤال 27: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ 1 تقوى الله وحسن الخلق، 2 كفالة الأيتام، 3 كثرة الصدقات. والإجابة هي تقوى الله وحسن الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. السؤال 28: أين ذكر النمرود في القرآن؟ 1 سورة يوسف، 2 سورة البقرة، 3 سورة الأنبياء. والإجابة هي سورة البقرة. السؤال 29: من هو حبيب الله جل جلاله؟ 1 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، 2 عيسى عليه السلام، 3 إبراهيم عليه السلام. والإجابة هي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. السؤال 30: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. ما هو المقصود؟ 1 النفاق، 2 الكبر،
3 الاحتيال. والإجابة هي الاحتيال. السؤال 31: كم عدد الملائكة الذين شاركوا في غزوة بدر؟ 1 4000، 2 5000، 3 6000. والإجابة هي 5000. السؤال 32: كيف مات النمرود؟ 1 ذبابة دخلت في أنفه، 2 خسف بداره الأرض، 3 ريح صرصر. والإجابة هي ذبابة دخلت في أنفه. السؤال 33: ما هو الحيوان الذي يصدر صوتا عند رؤية الملائكة؟ 1 الديك، 2 الهدهد، 3 الغراب. والإجابة هي الديك. السؤال 34: ما هو الحيوان الذي ارتبط اسمه بسيدنا صالح عليه السلام؟ 1 الحصان، 2 الناقة، 3 الديناصور. والإجابة هي الناقة. السؤال 35: ما هي السورة الملقبة بأم الكتاب؟ 1 سورة البقرة، 2 سورة الفاتحة، 3 سورة النساء. والإجابة هي سورة الفاتحة. السؤال 36: ما هي السورة التي لقبت بعروس القرآن الكريم؟ 1 سورة الملك، 2 سورة الرحمن، 3 سورة الناس. والإجابة هي سورة الرحمن. السؤال 37: ما هو عدد الأيام التي مكث فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام في النار؟ 1 7 أيام، 2 4 أيام، 3 5 أيام. والإجابة هي 7 أيام. السؤال 38: ما هو اسم نبي الله الذي لقب بالذبيح؟ 1 نوح عليه السلام، 2 إسماعيل عليه السلام، 3 إسحاق عليه السلام. والإجابة هي إسماعيل عليه السلام. السؤال 39: من أول من يفيق بعد النفخ في الصور؟ 1 عيسى عليه السلام، 2 إبراهيم عليه السلام، 3 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام. والإجابة هي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام. السؤال 40: ما هي قلب القرآن؟ 1 سورة ياسين، 2 سورة الرحمن،
3 سورة طه. والإجابة هي سورة ياسين. السؤال 41: ما اسم السورة التي تحدثت عن غزوة حنين؟ 1 سورة ياسين، 2 سورة التوبة، 3 سورة العمران. والإجابة هي سورة التوبة. السؤال 42: من هو أول نبي كتب بالقلم؟ 1 يعقوب عليه السلام، 2 إدريس عليه السلام، 3 موسى عليه السلام. والإجابة هي إدريس عليه السلام. السؤال 43: ما هو الشيء الأول الذي بناه الله عز وجل؟ 1 السماء، 2 القمر، 3 الأرض. والإجابة هي السماء. السؤال 44: ما هي أعظم سورة في القرآن الكريم؟ 1 سورة ياسين، 2 سورة الفاتحة، 3 سورة الكهف. والإجابة هي سورة الفاتحة. السؤال 45: ما هي السورة التي أسلم بسببها عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ 1 سورة طه، 2 سورة الرحمن، 3 سورة الناس. والإجابة هي سورة طه. السؤال 46: في أي يوم من أيام الأسبوع نزل القرآن الكريم؟ 1 يوم الخميس، 2 يوم الجمعة، 3 يوم الاثنين. والإجابة هي يوم الاثنين. السؤال 47: أول من أسلم من أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام هو 1 حمزة، 2 أبو طالب، 3 أبو لهب. والإجابة هي حمزة. السؤال 48: ما السورة التي تسمى نصف القرآن؟ 1 سورة الإخلاص، 2 سورة الزلزلة، 3 سورة الرحمن. والإجابة هي سورة الزلزلة. السؤال 49: ما هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم؟ 1 شهر رمضان، 2 شهر شعبان، 3 شهر شوال. والإجابة هي شهر رمضان. السؤال 50: في أي مكان نزلت أول آية في القرآن الكريم؟ 1 في بيت خديجة، 2 في غار ثور،
3 في غار حراء. والإجابة هي في غار حراء. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله تحلوا أكبر عدد من الأسئلة الممكنة، وإن شاء الله خير، وجزاكم الله خير.